اسرع واحسن محتوى تشتغل عليه. في ناس تيجي تقول لك اعمل مقالات، في ناس تيجي تقول لك انشر على الجروبات، في ناس تيجي تقول لك مش عارف اعمل ايه. اقوى حاجة تشتغل عليها الفيديوهات، اقوى حاجة تشتغل بيها الفيديوهات. طب يا عم ايه الفيديوهات؟ هنعملها ازاي الفيديوهات؟ مش هتعمل اي حاجة يا صديقي، احنا هنسرق. هتعمل ايه؟ هنسرق فيديوهات. نسرق فيديوهات ازاي يعني؟ السلام عليكم. بص يا صديقي، عشان تبدأ في مجال الافلييت لازم تبدأ مما انتهى به الآخرون. يعني بتبص للناس انتهوا في انهي نقطة، وبتبدأ من النقطة دي. تبدأ انت تبدأ منها. وانا جاي لك هنا من المستقبل. هقول لك موضوع الافلييت وببساطة. لو حد شرح لك اي موقع للافلييت، فهو بيقول لك الموقع ده وده الرابط بتاعه، وانت هتخش تسوق عليه عن طريق اليوتيوب، عن طريق الفيس، عن طريق جروبات، عن طريق فاهم، في 500 مليون حاجة. طب يا عمي ايه الطريقة الأجمد وايه الطريقة الأسلم وايه الطريقة الأحسن؟ بص، هو بيقول لك كده، كل شيخ له طريقة، وانت هيبقى ليك طريقتك الخاصة. بس أقوى طريقة أنا شفتها، وانا معظم الفيديو ده انا جاي اطلع اتكلم معاكم هيبقى نظري على موقع اللي هو نتري بروفيت. بطريقه انا جربتها وشغاله، ودي ارباح اللي انتوا شايفينها. ومش طالع اقول لك كلام على الفاضي. بكده انا اشتغلت كتير في المجال ده، بس الطريقه اللي كلت. وخلي بالك نسبه البيع، انا شغال في كذا كاتيجوري وهنشوفهم مع بعض. بس نسبة البيع على المنتج اللي أنا شغال عليه قليلة. وغير كده وكده انا شغال عليه في وسط مش وسطه، يعني انا برضو عندي غلطات. فانا جاي اجيب لك اللي انا انتهيت فيه انت تبدأ منه. فاهم قصدي؟ فهيبقى عندك انت، انا هقول لك على الاساسيات وبعد كده هديك اكتر تفاصيل في فيديوهات جاية، وهعمل سلسلة جامدة هتكسر الدنيا ان شاء الله. لان محدش قالها ومحدش هيقول لك تشتغل ازاي، ومحدش هيقول لك اي كلام من الكلام اللي انا قلته دوت. لو سمعت تسمع منه تخطيفي. فاهم؟ انا بجيب لك عصارة خبرتي في الوقت ده في المجال. ومش الموقع ده بس اللي انا شغال عليه، في مواقع كتيرة في الافلييت شغال بيها. فاول حاجة هقول لك هنسرق فيديوهات ازاي. اولا في منصة بتاعت التيك توك، صح كده؟ واقوى حاجة شغالة الشورتات، اللي هي الفيديوهات القصيرة. احنا اللي عملنا في نفسنا كده. تمام. دي شغالة فيرال. معظم الفيديوهات القصيرة بتشتغل فيرال، بتنتشر بسرعة. فاحنا عايزين نستغل النقطة دي. طيب انا يا عم طيب عايز ابدأ اعمل ايه؟ بص يا سيدي، الموضوع سهل جدا. هسيب لك موقع. الموقع ده هتنزل منه فيديوهات بالك. يعني ايه بالك يا عم؟ يعني انت هتخش على قناة، على اي حد بتاع عامل محتوى لاي فيديوهات انت هتشتغل في مجالها. ركز معايا في مجالها. يعني ايه؟ واحد مثلا شغال في البادي بيلدينج. العموم قبل اي حاجة نوتري بروفيت شغال في المنتجات اللي هي زي الادوية، حاجات بتاعة التخسيس، الكلام ده، الحاجات الهيلث كلها. تمام. فانت هتبقى محتاج مثلا لو هشتغل على الموقع ده بعينه، المجال ده يتطبق الاستراتيجيه اللي انا هقول لك عليها دي هتتطبق في اي مجال إن كان. نفس الاستراتيجيه اللي بقول لك عليها. تمام. اولا خالص ان انت محتاج تنزل فيديوهات كتير. يعني ممكن تنزل 1000 فيديو. انت كده كده يعني مش هياخدوا معاك وقت اصلا في نشرهم. يعني انت هتلاقي نفسك انت بتنشر في منصات، وهقول لك المنصات وهقول لك دنيتها ماشيه ازاي، وهقول لك تشغل دماغك ازاي. ومش هتكسب بس من الافiliيت، لا هتكسب كمان من نشر الفيديوهات. تمام. فانا جايب لك زي ما بقول لك عصارة، ومفيش حد بيتكلمك في الموضوع ده كتير. هتكسب من طريقتين فيهم، في الافiliيت وهتكسب من نشر الفيديوهات.
وهتعمل لك داتا محترم. يعني هيبقى معاك قاعدة عملاء محترم بمعنى كلمة محترم. واولا ركز على حاجة، ولازم ان الحاجة دي تبقى انت بتجري عليها كويس. ايميلات كتير، ركز ان انت يبقى معاك ايميلات كتير. تمام. ممكن ما تحتاجهاش دلوقتي حسب قوتك انت في الشغل، بس هتحتاجها. دي اول حاجة. الحاجة التانية، هديك الاداة دي هتخش على اي حد بينزل محتوى من اللي انت عايز تتروج له. يعني مثلا انا راجل بسوق للبادي بيلدينج مثلا، فهدور على محتوى حد بيعمل محتوى بادي بيلدينج. طب يا عم وحقوق النشر، بص يا وحش، احنا هنتفادى كل حاجة في الايديت بتاع الفيديوهات، والايديت بتاع الفيديوهات هنعمله بال100 فيديو مرة واحدة، وممكن بال500 فيديو مرة واحدة، كل ده حسب جهازك. فركز معايا كده، الله يبارك لك، وكوباية القهوة، ويلا بينا على هناك. بص يا صديقي، اولا انت هنا ده الموقع بتاع نترو بروفيت. فدي احصائيات بتاعتي من شهر 7 لشهر 12. انا عامل 12252 زاير، عامل منهم 3 مبيعات، وفي مبيعات اتلغت، الناس رجعت المنتجات. وفي ده الكونفرجن ريت ملناش دعوه. ده البي او الكونفرجن ريت ده يا جدعان اللي هو بيقول لك انت عملت مثلا في الوقت ده العدد الناس قد كذا، عملت طلبات منهم 3، فده على دول. حلو، فبيديك الكونفرشن ريت بتاعك. طيب والبي اوت دي الفلوس اللي داخلالك، خلاص كده دي فلوسك. تمام. بغض النظر عن اي حاجة، لازم تركز بقى في اللي جاي. دلوقتي انا عندي كذا محتوى، كذا كاتيجوري، لا مؤاخذة يا جدعان، كذا كاتيجوري. وليكن هنخش مثلا على الاوفرز هنا. في كذا كاتيجوري. عندك الاكني اللي هي تقريبا بتاعت الحبوب الوش، والانتي ايجز دي بتاعت الناس اللي مش عايزه تعجز والكلام ده، اللي هي الشيخوخه. وفي حاجات للسكر والكوليسترول والكلوم مش عارف كلينس والايس، والاي هيلث والفيميل انتيميت كير، دي حاجات مخصوصه للحريم. في منتجات وفي كاتيجوري يعني شويه حلوين ان انت تشتغل عليهم. خلينا نبص على المنتجات كده كلها. دي كل المنتجات اللي موجوده. تمام. وكل منتج كاتب لك ده مثلا وايت لوس، ده ستريتش ماركس بتاع العلامات اللي بتظهر في الجسم، برضو ويت لوس، بودي بيلدينج، هير لوس. ماشي. ايه تاني؟ كلها معظمه هو شغال اصلا اكتر حاجه على الويت لوس. فخلينا كده ماشيين مع الويت لوس مثلا. وليكن انت عجبك محتوى في الويت لوس، فبتخش على الناس اللي ناشره اي حاجه تخص الويت لوس، وتنزل فيديوهاتها بالاداء البالك. اسمها ايه؟ اسمها ماس تيك توك داونلودر. اسمها ماس تيك توك داونلودر. تمام. وهتبدا تجمع الفيديوهات دي. ماشي، جمع فيديوهاتك الاول، اختار الكاتيجوري اللي انت عايزه. جمع فيديوهاتك، طلع فيديوهاتك، اعمل حساب. هسيب لكم الروابط كلها بتاعت الاداة وبتاعت بتاعت الموقع بتاع الافلييت. كل الروابط اللي هتحتاجوها هسيبها لكم في الوصف، يا اما في اول كومنت. فهتبقوا محتاجين الفيديوهات، ومحتاجين دماغكم فاضية، علشان الفيديو اللي جاي هيبقى تقيل ودسم، وهتحتاج منه معلومات كتيرة جدا، انه هيبقى مكبوس معلومات، لانك انت هتبقى عايز تخرج من حقوق النشر، وفي نفس الوقت ما تفقدش الفويسات نفسها حقها. وفي نفس الوقت والاهم، مساحة الفيديو اللي مرفوع بيه على التيك توك انت محتاجها، اللي انت بالمساحة اللي انت عاملها بيها داونلود. هفهمك الموضوع ببساطة. مساحة الفيديوهات عليها عامل كبير جدا. الساوندات اللي بتبقى محطوطة على الفيديوهات عليها عامل كبير جدا. طيب يا عم انا ازاي هخرج من حقوق النشر؟ وهخليك تنشر كمان على يوتيوب وما تاخدش حقوق نشر. بس الموضوع محتاج ذكاء شوية. وكل ده ان شاء الله هنشرحه. انت مش هتاخد الحاجة كوبي بيست، لا انت هتتعب في شغلك، ومحتاج ان انت تروق ذهنك، علشان اللي انت داخل عليه جامد جامد وشيق وهيعجبك.
فلازم تبقى فايق له، واهم حاجه مشروبك الجميل في الفيديو الجاي، وان شاء الله باذن واحد احد هيبقى فيديو حكايه. فانت هتبقى كل اللي انت هتعوزه دلوقتي، ركز معايا تاني، كل اللي انت هتعوزه ان انت هتبقى محتاج تجمع الفيديوهات اللي انت هتشتغل بيها. لو بقوا 1000 فيديو 2000 فيديو انت مش خسران حاجة. انت هتنزل الفيديوهات كلها بلق، هتنزل لك في فولدر مضغوط، هتفك عنه الضغط، هيبقى معاك الفيديوهات بلق. فمعلش، هو انا عارف ان النت غالي، بس انت محتاج فلوس عشان تعرف تغطي يومياتك ومصاريفك ودنيتك، وربنا يصلح حال الناس. فهتبقى محتاج تنزل الفيديوهات ديت لأي كاتيجوري، وما تلخبطش يعني. حاول تنقي الكاتيجوري الصح، حاول تنقي الكاتيجوري الصح. دي محتاجة منك بحث. تمام. مش هاجي انا اقول لك مثلا لا يا باشا الويت لوس جامد، مجال الهيلث هو كله مجال هيلث، بس كل مجال وليه تحته سب كاتيجوري. يعني كل كاتيجوري ليه سب كاتيجوري تحته. تمام. والكاتيجوري سب كاتيجوري اللي تحته ده في جواه ميني سب كاتيجوري. فاهمني؟ فانت محتاج تفهم شويه الموضوع ده اكتر. يعني نوهت في مره عن الفيديوهات اللي انا كنت عارضه عن كورسات بتاعت السيو. دي هتحتاجها، لانك لما تيجي تنشر هتبقى محتاج انت عارف انت بتنشر ازاي. وبرضه انا هساعدك في كلام كتير، وهوفر عليك وقت كتير من الجري. الناس اللي بتقعد تنشر على الفيديوهات وما بتجيبلهاش اي فيوهات ولا ما بتجيبلهاش اي حاجة، فدي بتبقى معتمدة شوية على السيرش انجن اوبتمايزيشن. فانت لو وجهت البحث وحسست المنصة اللي انت عليها باهتمامك في الكاتيجوري ده، فهتبدأ هي تصعدك على الكاتيجوري ده، وغصب عنها مش برضاها. حلو، طالما انت ماشي بالرولز بتاعتها مظبوط على اي منصة إن كانت. ماشي. والشغل بتاعنا هيبقى على منصتين بس، هيبقى على منصتين بس، مش هنكتر في كده. انت عايز تزود دي بدماغك، بس انا بكلمك الشغل بتاعنا هيبقى على منصتين بس. ايه هما يا عم المنصتين؟ عندك اليوتيوب وعندك البنترست. المنصتين دول من اقوى المنصات اللي موجودة، انا بتعامل عليها يعني. إيه كمية الفيوهات وكمية الفولور اللي بتاخدها منهم كبيرة. وفي عندك منصة الانستجرام، بس منصة الانستجرام ما بتعرفش تنشر عليها بالك. هفهمك الموضوع ازاي. يعني انا ممكن مثلا ارفع في الرفعة الواحدة على اليوتيوب برفع 15 فيديو في الرفعة الواحدة. انت ممكن ترفع تلاقي 10. هقول لك يعني تعدي النقطة دي ازاي. لو انت بترفع الفيديوهات 10 يبقى اكيد انت مش مفعل قناتك. فعل قناتك، هيديها لك 15. حلو. ف في البنترست انت ممكن ترفع في الرفعة الواحدة بترفع 10 فيديوهات. الرفعة الواحدة بترفع 10 فيديوهات، بس انت كل ده لسه حاطه في الدرافتس. ماشي. بس بترفع في اليوم 100 فيديو. تمام كده، انت عندك يوم رفعت فيه 100 فيديو. ماشي. دي اول حاجة. الحاجة التانية في اليوتيوب انت بترفع لغاية 65 فيديو تقريبا في اليوم، او ممكن اكتر يعني. تمام. ففي اليوتيوب انت بترفع في الرفعة الواحدة 15. انت متخيل العدد؟ يعني هترفع لك مثلا 4 فيديوهات، 4 رفعات يعني. فاهم؟ 15 في 4 او 15 في 5. شوف بقى يعني كمية الفيديوهات اللي انت ممكن تنشرها. والنشر ليه طريقته. الفكرة كلها هنا بقى، ومربط الفرس هنا في النشر. عشان تبدأ قناتك تمسك رانك وتمسك في مجالها وتمسك وتبدأ تتشاف، لازم أن تعرف اليوتيوب ان انت كل يوم الساعة كذا بنشر فيديو. ممكن انشر 10 فيديوهات، بس كل يوم الساعة كذا ال10 فيديوهات دول انا بنشرهم. هو ده مربط الفرس. تمام. بس الساعة كذا يعني انا مش قصدي ان انت كل يوم الساعة 5 تنشر 10 فيديوهات، لا. انا قصدي ان انت كل يوم الساعة 5 مثلا بتنشر فيديو، الساعة 5:30 بتنشر فيديو، الساعة 6 بتنشر فيديو. فاهم قصدي؟
فده محتاج تفهمه كويس، لان انت هنا وفي طريقة كمان في الرفع. انت هنا بس الاول عشان ما نخلص كلام، انت هنا بدأت تحط رجلك على الطريق المظبوط، وبعون الله هتشوف النتائج وفي وقت قريب جدا. وكمان ممكن قنواتك اصلا تتفعل قبل ما يخش لك ربح من الافiliate يعني من سرعة الموضوع، فاهم؟ تفعلها ربح وتخش معاك ربح. بس انت حط في دماغك ان القنوات دي انت عاملها تجاري لنقطة معينة، فما تغيرهاش عن اللي انت شغال عليه. يعني عايز تبيعها انت بقى بدماغك يعني، بس طالما في باب رزق، فاهم؟ ما تضيعوش منك. طالما في باب رزق شغال معاك، ما تستعجلش على فلوس صغيرة هتجيلك في وقت قليل. يعني انا مثلا فعلت قناتي، وقناتي هتجيب لي مثلا لو بعتها هتجيب لي 10000 جنيه يا عم، تمام؟ دلوقتي انت بعتها جبت لك 10000 جنيه، بس انت لو كنت صبرت عليها، فاهم؟ كانت ممكن تدخل لك كل يوم ال 10000 جنيه دول. ف يعني استخدم دماغك ووجهها صح. وألف شكر ليكم، وإن شاء الله أكون سايب لكم كل اللينكات. وتابعونا وما تنسوش اللايك والشير. عايزكم تفجروا بقى اللايك والشير، عشان الفيديو الجاي عايزين اللايكات دي تعدي 10000 لايك، علشان ننزل فيديو ضرب النار للصباح الباكر. هيبقى فيديو تقيل وانا هاخد فيه وقت اصلا في اعداده. فألف شكر ليكم، السلام عليكم.